العين. يصدم الاتحاد والنصر السعوديين بسبب رحيمي. يرفض نادي العين الإماراتي مناقشة أي عرض يخص مهاجمه سفيان رحيمي بعدما تردد أن نادي الاتحاد والنصر السعوديين يرغبان في فتح التفاوض بخصوصه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ويؤكد نادي العين وفق تقارير إعلامية أنه متمسك بمهاجمه المغربي وأنه لن يفرط فيه، وسيعمل جاهدا على تمديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2025 إلى فترة أطول. ويرفض رحيمي الحديث عن مستقبله أو عن النادي السعودي الذي يرغب في التعاقد معه، حيث قال لبرنامج صدى الملاعب: عقدي مستمر مع العين وأكن كل الاحترام والتقدير للنادي الذي ألعب له. تتبقى سنة في عقدي ولا أفكر حاليا في أي شيء آخر. وأضاف: هناك عروض أوروبية وخليجية وصلت إلى النادي، لكن لا أستطيع قول شيء الآن. ورفض رحيمي توضيح إذا كانت هناك أندية سعودية تقدمت بعروض لضمه، واكتفى بالتأكيد على تلقيه عروضا من الخليج وعن النادي السعودي الذي يتمنى الانتقال إليه. قال رحيمي: لا أستطيع تحديد ناد بعينه، قد أقول شيئا ثم يحدث بعد ذلك شيء آخر. كل الأندية السعودية وجماهيرها على رأسي. عندما ينتهي عقدي مع العين وقتها سأفكر وأختار.